سلوكك ما بين اللي بتقرر لك شوربه البروتين. خش بقى على الاكل. نفطر ايه؟ السلام عليكم. رمضان فرصه ذهبيه والله، لو استغلتها صح اكد لك ان جسمك هيتغير. انت تفهم انك كل ما زدت في الوزن بيزداد الامر سهوله، مش العكس. كل ما قلت في الوزن بيزداد الامر صعوبه. يعني انت لو عايز تخس، لو انت وزنك صغير وعايز تخس 3 4 كيلو بس، اصعب من انك تخين قوي فوق ال 100 وعايز تخس مثلا 10 كيلو. لو قلنا رجل اعمال عنده فلوس كتير، واحد تاني صاحب محل غلبان على قده، مين هيتصدق اكتر تتوقع؟ اكيد رجل الاعمال. ليه؟ لانه عنده كتير قوي، فهو هيعرف يدفع كتير. ده نفس فكره الجسم، كل ما زادت كميه الدهون كل ما زاد سهوله استغناء الجسم عن الدهون دي، لان اصلا ربنا خلق الانسان جسم ليه طاقه معينه. مش من الطبيعي ان انت تكون مخزن 40% دهون 43% دهون. فهو الجسم اصلا يعني يحب يخس، يعني دي حاجه اصلا كويسه بالنسبه له بكتير. وكمان مش فرصه عظيمه لخساره الوزن، ده علاج كمان لمقاومه الانسولين والكبد الدهني واي امراض تانية. فانت لو ما استغلتش الفرصه دي حرام، بجد حرام. طبعا قبل ما نبدا الفيديو لازم تعدد نيتك ان دوت عباده لربنا، عن طريق ان انت بتتقوى للعباده. ده طبعا بيعينك على العباده. الشعب المصري هو الشعب الوحيد العدو للدايت. الشعب المصري والله اكتر واحد بيكره الدايت في الدنيا. ايه ده انت عامل دايت؟ ايه ده؟ يعني ايه؟ اهم حاجه لازم وانت ناوي النيه كده ان شاء الله خليك عارف انك هتقابل من ده كتير قوي. يعني حاول تتعامل مع الموضوع دوت من غير ما تزعل حد. يعني ما تقولش ان انا عامل دايت بشكل قاسي، لا، خدها بالراحه وقول له معلش انا بحاول اظبط اكلي بس مش اكتر، عشان ما تبوظش علاقتك بيهم. رمضان هو نوع من انواع الصيام اسمه الدراي فاستنج، اللي هو الصيام الجاف من غير ولا ميه ولا سوائل ولا اي حاجه، تمتنع عن كل حاجه. ده ما صيام موجود ومعتمد شبه الصيام المتقطع، بس انت في الصيام المتقطع بتشرب ميه ويبقى فيه سوائل كمان. يعني الصيام الاسلامي احسن من الصيام المتقطع، لانه هيزودك اكتر في خساره الوزن. فاحنا اصلا كده هتصوم ال 16 ساعه، هتصومهم وتخس ولا تصومهم وتزيد؟ اللي هيحدد بقى انت هتزيد ولا تخس في رمضان وبعد الفطار من اول المغرب لغايه الفجر. الفتره ديت سلوكك ما بين الاثنين هو اللي هيحدد هل انت هتخس ولا تزيد. افطر على ايه؟ ما تفطرش على عصاير نهائيا، انسى العصاير. العصاير فيها كميه سعرات رهيبه. كوبايه العصير فيها من 300 ل 350 سعره حراريه. طبعا العصاير اللي بسكر اللي هو التمر الهندي وقمر الدين والخروب وكل العصاير دي انت ممكن تستبدلها بعصاير زي عصير الفراوله ممتاز، عصير الكنتالوب كويس برضو، عصير ليمون كويس. هتحليه بقى بسكر ستيفيا او سكر دايت، ستيفيا احسنهم. فدي اول حاجه، لان غير السعرات الكتير هو بيعمل سبايك عالي جدا في الانسولين. فانت لما بتشرب بيحصل ارتفاع جامد في الانسولين، فده بيزود شراهتك للاكل ويخليك تاكل اكتر. طب احنا مش عايزين كده. طب هنفطر على ايه؟ عندنا اختيارين، انا افضل الاختيار التاني. الاختيار الاول تمر، تفطر تمرايه واحده، ولان التمر فيه 60 سعر، التمرايه فيها 60 سعر حراري، فده رقم كبير. ده غير ان هو سمبل كارب، يعني بيمتص بسرعه قوي، بيخش الجسم على طول بيمتص. او الخيار الثاني طبق شوربه طبعا بروتين، مش شوربه لسان عصفور او الشوربه الثانيه، لا، شوربه بروتين. حتى شوربه خضار لا، شوربه البروتين بالذات اللي بيبقى فيها دهون عاليه. فده لما تبدا بدهون على طول، اول ما تبدا كده وجبتك بدهون، ده بتقلل عندك شعور بالجوع، فبيخليك تاكل اقل. كوبايه شوربه وبعديها تروح تصلي. صليت يكون الشوربه اخذت وضعها في الجسم وبدا الانسولين يطلع واحده والجسم يتهيأ ان هو ياكل بقى، تعرف تديله كميه اكل كويسه بدون ما تضرك. خش بقى على الاكل. نفطر ايه؟ بروتين كويس، طبق بروتين كويس وخضار. واخر حاجه الكربوهيدرات، شويه كارب صغيرين، رز بقى، مكرونه، فريك، ايا كان. ولكن الترتيب اللي بقول لك عليه البروتين والخضار مع بعض، بعد كده معاهم الكربوهيدرات كميه صغيره، يعني 3 معالق 4 معالق بالكتير. لا برضو مش معناها ان انا قلت لك كارب في الاخر خلاص هات بقى نص حله الكارب، هات نص حله الرز وتك لا، انت استفدت ايه كده؟ فطرت اهم حاجه ما تملاش بطنك للاخر، ما توصلش لدرجه التخمه انك تبقى مش قادر تنزل تصلي، اللي هو مش قادر، كسلان، تعبان، لان دوت غلط على صحتك. وغير كمان يخليك تبقى شره اكتر الاكل،
زي ما قلنا انسولين عالي، يعني شراهه الاكل عاليه، يعني انت كمان ساعتين هتجوع تاني، واحنا مش عايزين كده. تنزل تصلي بقى العشاء وتصلي التراويح، يكون جسمك بدأ يهضم الاكل. ما تطلعش على البيت بقى، هنا الغلطه، اوعى تطلع على البيت. كل الجرايم بيتم ارتكابها بعد التراويح. يخلصوا التراويح تعالى بقى بسبوسه وهريسه وقطايف ولطايف، وبص يعني كل السكريات اللي في الدنيا، وكمان طالعه معانا بلبن دلوقتي. طب هتعمل ايه؟ تاخد بعضك يا باشا وتتمشى بقى، مشى لمده ساعه يوميا لمده 30 يوم. ساعه، البس سماعات في ودانك وشغل بودكاست. انا افضل بودكاست او اي حاجه تانية، بس انا افضل بودكاست. منها انت غذيت عقلك وغذيت جسمك كمان، انك زودت الحرق، مشيت رفهت عن نفسك، بحيث ايه تقلل هرمون الكورتيزول اللي احنا طبعا كلنا عايشين في ستريس طول اليوم 24 ساعه بالذات في مصر. فاهم يعني لو ظبطت الحته دي تفرق معاك قوي في مشوارك. ساعه بودكاست في ودانك واسمع بقى واتمتع، ويفضل في مكان هادي مش مكان زحمه، لا مكان هادي فيه خضره وكده، عشان الاكسجين اللي بيطلع بينعشك كده، يديك شعور بالانتعاش، فهتفرق معاك جدا في نفسيتك. ترجع بقى على الساعه 9 كده 9 ونص، كل لقمه خفيفه، ممكن تدخل شويه كربوهيدرات بسيط وشويه بروتين من اللي اتبقى في الايه في الفطار. ليه؟ لان احنا مش هناكل قطعه البروتين كلها، قسمها نصين، نص في الفطار ونص سناكس في نص اليوم. وخلي بالك اهم حاجه كون صريح مع نفسك. يعني انا قاعد باكل يبقى انا باكل، ما ينفعش انا بقى قاعد بتفرج على التلفزيون وقاعد باكل. انت كده بتدخل سعرات فاضيه لجسمك. انا قاعد باكل يبقى باكل، ما باكلش يبقى خلاص ما اكلش اي حاجه. حد عزم عليك بحاجه لا، فخليك واضح كده. انا ليا كذا وجبه، 3 وجبات في اليوم بس، مش هزود عنهم ولا اقلل عنهم. بص خلصنا تاني وجبه وكله تمام، لو فاضي لو في امكانيه انزل الجيم، لان دوت هيضاعف النتائج 2 اكس. يعني هي لو هتبقى نتيجه اكس هتبقى 2 اكس. ليه بقى؟ لان احنا خسرنا وزن، ومع خساره الوزن هتزيد عضلات. فزياده العضلات دي ليها فايدتين. اولا بتحسن شكل جسمك، يعني حتى لو انت ما خسيتش على الميزان، حتى لو انت ما خسيتش شكل جسمك هيبقى حلو. ده اللي احنا عايزينه، ده احسن حاجه في الدنيا، انك شكل جسمك هو اللي يتغير، احسن من انك تخسر وزن. فلو تعرف انزل الجيم لمده ساعه، اتمرن اي تمارين، المهم تنزل تتمرن ان شاء الله. بص انزل يا سيدي عك، العب اي جهاز كده، العب 3 4 اجهزه وروح تلعب. المهم تروح التمرين تلعب. مش فاهم بقى، مفيش مدرب هناك، هبقى انزل لكم قدام ان شاء الله ازاي تتمرن في رمضان. بس انت المهم تنزل الجيم، هتفرق معاك جدا جدا جدا. لو زادت كتله عضليه هيزود الحرق عندك. في حاجه اسمها البي ام ار، هو الجسم بيحرقه وهو قاعد كده. يعني لو انا قاعد نايم على السرير ما بعملش اي حاجه، فانا بحرق كذا. فكل ما العضلات بتزيد حرقك بيزيد وانت قاعد. انت قاعد بتحرق، متخيل؟ في احسن من كده؟ انت قاعد كده ما بتعملش اي حاجه خالص، بتتنفس يا دوبك بس النفس، حرقك بيزيد لوحده. كل ما زادت الكتله العضليه كل ما زادت ايه حرقك. خلاص خلصت التمرين، تعالى هتكون الساعه كام بقى؟ بقت 12 ولا حاجه. تاني وراك شغل اعمله، وراك اي حاجه اعملها، وبعد كده نروح بقى نتسحر. السحور هيبقى ايه؟ طبعا افضل الاختيار اللي تقريبا مناسب ل 99% من الناس، الخيار اللي لا جدال عليه، اي حد في الدنيا ما يحبوش، كله يحبه، البيض. كل بيض ماشي بالسمنه البلدي مش بالزيت النباتي، ده متفقين من غير ما اقول لك. من غير زيوت دي انساها، ده من غير ما اقول لك اصلا انت عارف ان الزيت مضر. فبالسمنه البلدي او الزبده كده بيضتين 3، شوف انت على حسب ما بتشبع، بس ما تزودش عن 4 بيضات. ومعاها توست بني من اي سوبر ماركت كبير، توست بني مش توست ابيض لا، بني بالذات، لان البني بيزود مده الشبع، بيخليك بتشبع اكتر، حاسس بالشبع طول اليوم. يفرق معاك قوي الصبح اول ما تصحى وانت صايم بقى تاني يوم، هيفرق معاك جامد. او زبادي يوناني مش زبادي عادي، عشان نسبه البروتين فيها اعلى، مع شويه فاكهه. الخيار الارخص جبنه القريش فيها بروتين عالي وجميله. النوع البروتين اللي فيها اسمه كازين، اللي هو بيخليك تشبع اطول مده ممكنه، لانه بياخد فتره كبيره في الهضم. يفرق معاك قوي تاني يوم لما تصحى. طيب احنا كده خلاص خلصنا، بس هديك كام نصيحه تعملهم في فتره رمضان تفرق معاك جدا.
اول حاجه الحلويات. لو جه في يوم من الايام، يوم من ايام رمضان، نفسك اشتهت قوي الحلويات، مفيش مشكله، روح كل قطعه من الحلويات اللي انت عايزها، بس ما تكترش، قطعه واحده بس، بحيث ايه ما برضو ما تحرمش، بس قطعه واحده بس وما يبقاش عاده كل يوم. احنا مشكلتنا ان هو بيبقى كل يوم، ده غلط. مره في خلال الشهر، مره في الاسبوع، قطعه واحده مش يعني هي اكيد هتاثر بس مش هتبقى تاثيرها زي ما بتاكلها كل يوم. تاني حاجه الزيوت زي ما قلنا ممنوع، الزيوت بانواعها. تالت حاجه العيش البلدي بتاعنا ده ممنوع تماما، ممنوع منعا باتا، لان مشكله العيش ان هو بيخليك تاكل كتير. انا دلوقتي لو اديتك ورك فرخه تاكله، غير لما اديك ورك فرخه ورغيفين عيش، ممكن ما تقدرش تخلص الورك، بس مع العيش هتخلصه. مع العيش هتخلصه. انت اي حاجه في الرغيف، اي حاجه بتحطها في العيش بتتاكل عادي زي الفل. العيش بيخلي الحاجه جوسي كده وطعمها لذيذ. فدي اول مشكله في العيش. تاني حاجه ان هو مليان جلوتين، نسبه الجلوتين فيه عاليه جدا جدا، وده بيزود معاك الالتهابات وبيزود التعب، بيخليك مش قادر طول اليوم. دول مشكلتين للعيش. فهو مش مشكلته بس ان هو سعراته عاليه. رابع حاجه بقى الصوصات هي عباره عن سعرات فاضيه، ما فيهاش اي قيمه غذائيه، زائد برضو انها بتخليك تاكل كتير. يعني لما تاكل الاكل غير لما بتاكله بكاتشب، غير لما بتاكله بمايونيز، فكل الحاجات دي بتزود معاك الكميه تاكلها. واحنا زي ما اتفقنا اهم حاجه ان احنا نقنن الكميه في رمضان. تقنين الكميه اهم حاجه في الدنيا. يعني احنا نضفنا اكلنا خلاص، عندنا بقى الزيوت وكل الكلام ده، الكميه بقى قليله، كميه قليله. الحاجه الخامسه انك في السحور ما تاكلش سكريات او موالح. ليه؟ لان السكريات والموالح بتخليك تعطش، فلما بتتهضم تصحى الصبح تلاقي ريقك ناشف قوي، تلاقي نفسك عايز تشرب جدا. ليه؟ لان الماء بترجع تسحب الميه كلها اللي في جسمك عشان تظبط ضغط الدم. وكده انتهينا. ولازم تبقى فاهم ان اللي زدته على مدار الايام اللي فاتت والسنين اللي فاتت اكيد انت هتتعب عشان تخسه تاني. الموضوع مش هيبقى ماشي معاك اكيد بسهوله، اكيد هيواجهك عقبات، اكيد هتحس في مره انك زهقت ومش عايز تكمل. لا، كمل، واوعدك في اخر الشهر هتلاقي نتيجه مرضيه جدا جدا جدا. طب انا عكيت، انا خلاص اول يوم رمضان كلت بقى حلويات وافتريت، معنى كده ان انا بقيت الشهر اكمل على نفس المشوار؟ ما ينفعش. انت كملت، بوظت الدنيا، خليك ذكي بقى وكمل. انا عايزك تمشي بفكره مش ما هي باظت بقى تقوم مكمل، لا، نلم الدنيا، نحاول نلم الدنيا قدر الامكان، هندل المتهندل. انا بحب. وعجبكم حاجه عايزين تعديلات في الديكور كده بمناسبه رمضان، قولوا لي برضو ممكن نحط هنا بطوط او اي حاجه من دول، ممكن نحط هنا برضو فانوس. فقولوا لي رايكم كده عن الديكور ورا. كده خلصنا الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.